يوم الحد ده من أحب الأيام لقلبي، يمكن علشان بيجي بعد الأجازة ويمكن علشان بحس إنه فرصة أبدأ الأسبوع براحة ومن غير استعجال. البيت الحمد لله مترتب ونضيف من يوم الخميس، من تنظيفة الخميس اللي بعملها معاكم كل أسبوع، فمفيش ضغط ولا قايمة طويلة من المهام مستنياني. فتحت الشبابيك، دخل الهوا والشمس البيت وحسيت إن البيت كله بقى بيقولي ابدأي كده على مهلك وخدي يومك بالراحة وروقان. في ناس بتبدأ أسبوعها بالجري والتوتر، أما أنا بحب أبدأ بهدوء. دقايق بسيطة من السكون بتفرق جدا معايا وبتخليني أرتب أفكاري قبل ما أرتب أي حاجة تانية. أول ما جوزي ينزل الشغل وأنا بودي بنتي الحضانة بعديه على طول وبرجع، بلاقي بس حاجات بسيطة قدامي أعملها، زي إن أنا لو في أي حاجة مش في مكانها هرجعها مكانها، أرتب السراير، أفتح الشبابيك. ما بيبقاش ورايا حاجات كبيرة خالص أعملها. وبعد كده بحب دايما افطر على مهلي وعلى رواق، واتفرج مثلا على فيلم كمان وانا بفطر او اي بودكاست او اي حاجة تسليني لحد ما اخلص فطاري في روقان وهدوء خالص. اعمل كوباية قهوة، اقعد كده شوية هدوء وصمت علشان اشحن الطاقة، وبعد كده اشوف انا محتاجة اعمل ايه تاني النهاردة علشان اوصل للهدوء ده. قبلها بيوم اللي هو السبت ببقى مجهزة من بالليل البيت ليوم الحد، يعني مكان الويك اند بيبقى فيه مثلا حاجات محتاجة تتظبط، حاجات بسيطة، بفضي سلة الغسيل، البيت لازم يكون مترتب قبل ما انام، اي لعب مش في مكانها برجعها مكانها. كده كده البيت متنضف زي ما اتفقنا من يوم الخميس، تنظيفة عميقة، متسيق ومتعطر وكل حاجة. ممكن بس امشي بالمكنسة كده بسيط على البيت لو في مثلا فرافيت مكان ما بنتي بتاكل او اي حاجة، يعني عشان احس ان في البيت اتعمل له زي ريفرش كده يوم الحد. وطبعا انا لازم ابيت المطبخ من بالليل نضيف ومفيش مواعين في الحوض وكله زي الفل. كل الحاجات دي ما بتاخدش معايا وقت خالص، عايزه اقول لكم يوم السبت الحاجات دي كلها ممكن في ساعه تخلص، فبالتالي ربع ساعه بس يوم الحد الصبح برجع فيها كل حاجه مكانها، اعاده ترتيب بسيطه. كل ده بيفرق معايا جدا في باقي اليوم. ومع بداية أسبوع جديد قررت أجرب وصفة جديدة للغدا، بحب جدا إحساس التجربة حتى لو كانت حاجة بسيطة. مش لازم كل يوم يبقى مختلف، لكن إضافة حاجة جديدة بتخلي اليوم ألطف. وبعد ما خلصت كان عندي شوية مشتريات بسيطة للمطبخ والبيت. هنبدأ الأول بالوصفة بتاعتنا. الوصفة دي وصفة الشيف نادية السيد، طبعا غنية عن التعريف، وانا بجرب وراها وصفات كتير وبجد بتطلع تحفة تحفة تحفة. هو فعلا وصفاتها زي ما بتقول بدون مكونات خزعبلية خالص. طاسة سخنة على النار، وانا المفروض كنت اكبر الطاسة شوية، بس يعني انا عملت الموضوع ده في الاخر، فانتوا لو ناويين ان شاء الله تعملوا الوصفة حطوها في حاجة كبيرة شوية. طاسة سخنة على النار، نزلت بيها بحوالي 3 معالق كبار من الزيت وببصل. كمية البصل بقى على حسب ما بتحبوا، مثلا الصوص هيبقى كتير او بتحبوا البصل او كده او هتعملوا فراخ اكتر، يعني كمية فراخ كبيرة. انا كنت عايزة الصوص هنا يبقى كتير فعشان كده زودت، حطيت بصل، هي استخدمت بصل ابيض بس انا ما كانش عندي فاستخدمت بصل احمر. اول ما البصل بس يتكرمل كده شوية ضفت عليهم 3 فصوص كبار من الثوم وفلفل اخضر متقطع كده مكعبات صغيرة، قلبتهم مع بعض. واول ما بنشم ريحة الثوم خلاص بنحط بقى الفراخ بتاعتنا. انا كنت حاطه ورك مقطعاه 2 وحاطه صدر مقطعاه صغير علشان يستوي بسرعة وعلشان يعني يبقى شكله لطيف. وكنت بقى مقطعة الفراخ شرايح كده علشان عايزة البهارات تدخل جوه اللحمة توصلها، يعني تبقى غنية بالطعم. بهارات بقى هنا ملح وفلفل وكاري هو أساس الوصفة، و7 بهارات، معلقة كده من كل حاجة. وبعدين ابتديت بقى أقلب الفراخ كويس قوي لحد ما اتشوحت وخدت من اللون التتبيلة والبهارات وبقت لونها خطير. الريحة يعني نفسي تشموا الريحة، بجد كانت تحفة تحفة تحفة. قلبتها وأنا من عندي ضفت عليها حوالي ربع كوباية بس من المية، يعني حسيت ان هي محتاجة مية، هي ما ضافتش الصراحة، انا ضفت ربع كوبايه فقط. وبعدين غطيتها وسبتها تاخد غلوه مع بعض، يعني مش غلوه قوي بس لون الفراخ كده يتغير وتاخد ايه تشويحه كده. المهم بقى طلعتها من التتبيله، والتتبيله بقى والخلطه دي هزود عليها مثلا ايه طماطمتين 3، وبرده الكميه على حسب انتوا بتعملوا قد ايه فراخ، بس انا كنت بزود علشان الصوص ده هناكله جنب الفراخ والرز. فحطيت حوالي 3 4 طماطمات كده متقطعين مكعبات، وضفت عليهم برضو هي قالت اساس الوصفة الكاري والليمون والزبادي. هنضيف عليهم بقى
حبتين كبار من الليمون، عصرتهم كويس قوي وقلبتهم وسبتهم لحد ما الطماطم يعني اتسبكت شوية. وبعدين بقى هنضيف عليها علبة من الزبادي، علبة الزبادي اللي هي العادية المتوسطة دي او الصغيرة. بصوا انتوا هتحسوا ان الميكس غريب شوية مع بعض، ليمون مع كاري مع زبادي وفراخ، بس بجد لا، طعمها في الاخر طلع خطير خطير. الريحة اصلا من اول هنا بدأت تطلع كده، ريحته كانت رهيبة بجد. هنقلب بقى كل ده مع بعض كويس قوي، وهسيبهم حوالي 10 دقايق مثلا او اقل متغطيين، بحيث ان الطماطم تتسبك وتنزل بالمية بتاعتها. انا عرفت ليه هي شالت الفراخ من نص الوصفة، علشان لما نيجي نحط الزبادي نعرف نقلب الزبادي كويس قوي وما تعملش كتل. فانا نزلت الزبداية بتاعتي وقلبتها بالمضرب كده، اللي هو ده، بالراحة كده لحد ما اختفت الكتل خالص، وبقت شبه الكريمة كده في نص الخضار. وبعدين ضفت بقى الفراخ بتاعتي تستوي وتاخد غلوة مع الصوص اللي احنا عملناه. انا هنا بقى حسيت ان الطاسة كانت صغيرة قوي، فعشان كده انا غيرتها، بعدين حطيتهم في حلة علشان الصوص طلع كتير شوية. بس صدقوني هو اصلا ما كانش كتير كمان خالص، في الاخر لما تسبك بقى مع الفراخ، والفراخ استوت جواه وشربت منه المية، كان في الاخر حلو جدا متسبك، كان رهيب. بصوا هو خس ازاي، فعشان كده انا في الاول كنت مزودة شوية الخلطة، علشان يعني احنا بنحب ناكل الخلطة قوي، وبعدين هتبقى جنب الفراخ، مش هناكل الفراخ ناشفة. انا حطيتها في صينيه كده بايركس على قد الفراخ بتاعتي، ودخلتها على الشوايه، خدت لون كده 10 دقايق. مش قادره اقول لكم طعمها كان عامل ازاي. بجد هي مختلفه جدا عن اي وصفه فراخ عملتها قبل كده او انتوا هتعملوها. كانت رهيبة، واخدة لون ذهبي كده، وكانت سخنة جميلة جدا جدا مع الرز بقى جنبها، رز بقى بسمتي لو عايزين رز اصفر، او كمان رز بشعرية. انا كنت عاملة جنبها رز بشعرية او رز ابيض براحتكم. بس عايزة اقول لكم طعمها بجد كان تحفة، نفسي تشموا الريحة اللي انا كنت شماها. جربوها بجد هتعجبكم قوي، وحاسة كمان لو حد ممكن عملها بصدور فراخ مخلية ممكن تبقى كمان لطيفة جدا. وكمان تنفع بالدبابيس، بس اكيد تنفع باي قطعيه. هي بجد حلوه قوي، بجد مختلفه جدا عن بقى سلق الفراخ او شوي الفراخ. لا هي بجد تستاهل التجربه، هتعجبكم قوي بجد. جربوها كده، ولما تجربوها ان شاء الله قولولي. والوصفه الاساسيه بقى عند نادية السيد، بس انا بجد مطبقاها وراها بحذافيرها وطالعه خطيره. شايفين الفراخ دايبه ازاي، وهي اصلا ما عدتش كتير على النار، بجد ما خدتش وقتك خالص على النار. ندخل بقى على مشترياتنا اللطيفه. زي ما انتم متعودين انا كل فترة بحب اشتري شوية حاجات بسيطة كده للبيت او المطبخ، بتجدد كده الاحساس عندي وتديني طاقة كده. بتبقى يعني حاجة بسيطة بس فعلا بتفرق. الحاجات الصغيرة دي يمكن شكلها عادي، بس بتضيف راحة ولمسة جميلة للمكان اللي بنقضي فيه اغلب وقتنا. الفترة دي عندي حب غريب لكل ما هو لونه خشبي او الخشبيات كلها عموما. فكل حاجة الاقيها خشب قدامي بشتريها وانا مغمضة. يعني انا عندي كذا علبة مناديل في البيت، يعني خلاص كل غرفة عندي فيها علبة المناديل الخاصة بيها، بس اول ما شفت دي ما قدرتش اقاومها بجد، وحسيت ان هي لازم تروح معايا. فجبتها للمطبخ، لان اوقات ببقى محتاجة مناديل سحب وانا في المطبخ، بطلع للصالة او اي اوضة تانية اخد منها. فجبتها وقلت هستخدمها بقى في المطبخ. انا عندي بخاخة واحدة اللي هي الموف اللي ورا دي، وكنت بستخدمها في المطبخ، وحاليا بقينا بنحتاجها في الكوي بقى علشان تبقى مع المكوى وكده، بتسهل الكوي قوي. فكنت محتاجة اتنين كمان، فجبت بقى اتنين. البينك دي جبتها عشان استخدمها لتوتي، علشان اوقات كتير ببقى محتاجة ان انا مثلا ابللها شعرها شوية علشان تبقى سهلة في التسريح، فبنروح بقى التويلت ونغرق نفسنا مية. فقلت لا، هجيب لها بخاخة مية تبقى جنبنا في الأوضة واحنا بنسرح الصبح للحضانة او اي خروج. والبخاخة التانية بقى لاستخدام المطبخ، بعمل فيها الخلطة العادية بتاعتي، هنعملها دلوقتي مع بعض. كمان بقى جبت الفواحة دي برضو، شايفين لونها خشبي برضو، بس انا كان من فترة يعني كنت عايزة اجيبها، ولقيتها قدامي وتحفة، وسعرها كان خطير، لقيتها ب80 جنيه فجبتها على طول. احنا بنفكها وبنحط جواها مية مع معطر او زيت عطري كده، وبنشغلها باليو اس بي بتاعتها ديت في الكهرباء، وبتطلع لون كده شكلها تحفة، ماشية مع المطبخ بتاعي قوي. وكمان بتعطر حلو جدا. بعد مثلا يوم طويل عاملة سمك او واكلين اي حاجة، او بعد تنظيفة المطبخ كده، او حتى في الصالة، شكلها شيك قوي، وهتبقى مدية جو لطيف كده. الصوصات بقى ديت او البولات الصوصيرة ديت خطيرة، شكلها خطير. انا كان عندي منها هوريها لكم،
نفس المقاس ونفس اللون، بس انا كان عندي 4 و2 منهم اتكسروا، فحبيت ازود 2 كمان. بينفعوني جدا للصوصات، كاتشب بقى ومايونيز، شوية ملح وفلفل مثلا، احط حتة مخللة صغيرة كده جنبي في الطبق اللي انا هفطر بيه او اتغدى بيه. هي بتنفعني جدا. والجزء الصغنن اللي بيتضاف للمبخرة ده عجبني قوي برضه اول ما جبته، لان انا عندي مبخرة كنت انا يعني عاملة جزء كبير منها، انا كنت شاريها كل قطعة لوحدها كده اللي هي الكونكريت دي، ولونتها بمونيكير كده. لونتها معاكم في فيديوهات قبل كده، حطيت عليها الطبق اللي فوق دي مونيكير مش بستخدمه، فعطيها لون حلو قوي. فجبت لها الجزء اللي فوق ده بقى عشان يكمل الشكل. فتحسوها ان هي اصلا بتتباع كده فعلا بره، بس انا يعني عملتها بقى ايه بايديا كل جزء فيها، فحاسه ان انا عملت انجاز. المهم انا واعده نفسي ان انا ما اشتريش كوبايات ولا مجات ولا اي حاجه من الحاجات دي، لان انا اعتبر لسه حاجتي معظمها جديد، وحاجتي كلها الحمد لله وموجوده وسليمه وزي الفل. بس اول ما شفت الكوبايه ديت بسيطه وهاديه وعليها شويه ورد خفيف كده لونه بينك، حسيت ان دي كوبايتي انا وبتاعتي قوي، وهتنفعني قوي في الايس كوفي في الصيف. وكمان عندي الشاليموهات الازاز دي، وكان سعرها حلو قوي، مش عارفه كانت ب60 حاجه كده بسيطه. فجبتها على طول، ووعدت نفسي ان انا الفتره الجايه مش هجيب ان شاء الله ولا كوبايات ولا مجات فتره طويله، يعني الحمد لله هحاول امسك نفسي على قد ما اقدر. المهم انتوا بقى شايفين المبخره بقت عامله ازاي يا جماعه؟ شكلها تحفه، انا مبسوطه بيها جدا، حاسه ان انا بنيتها من الصفر. بصوا بقى المبخره او الفواحه ديت، هحط فيها شويه ميه يعني نص كوبايه كده ولا حاجه. وحطيت عندي المعطر اللي كان موجود عندي دلوقتي هو الفريدة، حطيت حبه حلوين كده. هو اصلا المعطر ده بيبقى ريحته ما شاء الله فواحه. الحته البيضه اللي هو الصباع الابيض اللي نازل منها ده جواه فلتر بيتفك ويتغرق في الميه، نسيت اصور لكم الجزء ده. يتغرق كده في الميه ويتركب تاني مكانه علشان تشتغل بسرعه. وبيتحط بقى فيها الفيشه بتاعتها، هي زي يو اس بي كده، وبتتحط بنحطها في اي راس شاحن عندنا، وبتشتغل على طول ما بتاخدش وقت. هي بتطلع على طول كده البخار ده بقى بالريحه اللي انتوا حاطينها، شكلها تحفه. وبتعطر بسرعه قوي المكان، حتى لو حطها في الصاله او في اي اوضه او في التويليت كمان هيبقى شكلها لطيف قوي. البخاخه بتاعتي بقى دي، المنظف ده بعمله معاكم على طول، ما بستغناش عنه ابدا. مليت 3/4 كده البخاخة ديت مية، وحطيت بقى ايه، هحط شوية من بريكس ده اللي هو المنظف ومطهر، وشوية كمان من معطر فريدة. وكمان بضيف عليها بقى بملاها لاخرها الخل معقم كمان ومطهر كمان. وانتوا ممكن تضيفوا بقى المكونات اللي انتوا حابينها، وبقفلها وبرجها كده وبسيبها دايما عندي على الرخامة، امسح بيها الرخامة بعد اي استخدام. ممكن ارش بيها امنها على الموب بتاعتي اللي انا بمسح بيها الارض، بحب امسح الاماكن الزهرة كده من المطبخ كل يوم يوميا، فبرش منها على الموب بتاعتي اللي بسيق بيها. بصوا، بلمع بيها البوتاجاز، بلمع بيها تقفيلة المطبخ. هي بجد ايدي اليمين في تنظيف المطبخ رهيبة، بجد ما بستغناش عنها ابدا. انتوا مش لازم تشتروا بخاخة جديدة، عادي ممكن تعيدوا استخدام اي بخاخة موجودة عندكم وكان فيها مثلا معطر او اي حاجة هتفيد بالغرض، مش لازم نشتري حاجة جديدة. البخاخة بقى بتاعت توتي مليت لها مية نضيفة كده من الفلتر، وحطها بقى في الأوضة علشان تبقى تحت ايدي، سهلة برضو في الاستخدام كده واحنا بنسرح الصبح. بحتاجها قوي ان انا ابللها بس شعرها كده حاجة بسيطة علشان نعرف نسرح وما نبهدلش نفسنا مية. واحط علبة المناديل فين احطها فين، وقع الاختيار على هنا. حسيت ان المكان ده مناسب ليها قوي، هيبقى برضو بعيد عن زيت او اي حاجة مثلا بهدلة في المطبخ، وتبقى قريبة مني برضو للسحب. وفي شكلها طلع تحفة، وحسيت ان هي بجد يعني كملت شكل المكان والديكور هنا على الرفين دول، بقى شكلها تحفة. قوليلي رأيكم، هي كده حلوة ولا احطها في مكان تاني؟ واهو يوم الحد عدى بهدوء زي ما انا كنت مخططة الحمد لله، لا تنظيفات كبيرة ولا مجهود مرهق، بس شوية ترتيب للنفس وشوية امتنان للبيت الهادي. وانتوا ايه اكتر حاجة بتحبوا تعملوها في بداية الاسبوع؟ اكتبولي في الكومنتات. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي، واستناكوا في يوم جديد وفيديو جديد. ودايما بنقول في اخر كل فيديو الحمد لله على نعمة اليوم العادي اللي مر وعدى بسلام. وهشوفكوا في فيديو جديد، وباي باي.